ياسمين خطيب طبعا عارفينها إعلامية، ويعني كانت متجوزة من خالد يوسف المخرج حسب ما هي قالت، وحسب ما هي قالت برضو إنها فنانة تشكيلية، وشفنا لها بعض الصور الرسومات بتاعتها. بصراحة بدأ يقلق من موضوع الرسومات التشكيلية ده. فيعني المهم، كانت لابسة فستان، وأول ما ظهرت في الإعلام أو أول ما دخلت الإيفنت اللي هي كانت داخلة فيه ده، وحطت منديل مكان الصدر بتاع الفستان. في ناس قالت لك طيب هي نازله بالفستان ليه اساسا من الاول؟ في ناس تانية قالوا ما هو مش اول مره اصلا تلبس فساتين مكشوفه، بتلبس دايما فساتين مكشوفه ومفتوحه وبتاع. ف يعني الواقعه دي كانت غريبه شويه وعملت ضجه كبيره قوي. يعني هي حست بالندم وهي في الشارع مثلا، ما شافتش الفستان. شبه مثلا بعض الممثلات، يعني منهم رانيا يوسف، اللي قالت انها ما شافتش البطانه ومش البطانه والكلام ده. الفستان طبعا هو يعني ما هوش مختلف قوي عن فساتين ياسمين الخطيب التانية، ما تلبس دايما فساتين مكشوفة ومفتوحة. فايه السر في موضوع المنديل ده؟ هل هو كان الموضوع فيه مكشوف اوفر يعني من قدام؟ اه. اه كان باين قوي انه مكشوف اوفر بصراحة. فكرة الشياكة، هل هي دايما لازم تبقى مرتبطة بفكرة ان انا اتعرى مثلا، او ان انا البس لبس مكشوف او كده؟ اه عند ناس كتير للاسف الشديد. لو هي مثلا زوجها طلب منها تلبس واسع شويه، تقول له انت عايز نلبس مهلهل ومبهوأ ووحش. ايه علاقه انك وحش؟ وبعدين ايه المشكله لما شكلك قدام بعض الناس اللي ما بتفهمش في لبس، لو لبسك واسع تقول عليه مثلا انه مبهدل او مهلهل؟ انت ايه مشكلتك مع الناس دي؟ ولو قالوا ان انت تمام والله ينور وحاجه كويسه، يعني هل انت طالعه على الريد كاربت مثلا، على الكات ووك؟ ما انت ماشيه في الشارع، الناس هتقيم الاوتفيت بتاعك مثلا في الشارع، وانت خايفه على التقييم ده هيأثر عليكي مثلا في جايزه اسمها ايه، ميس ايجيبت. فهي صعب جدا يعني انت تلبسي واسع، تلبسي بشكل مش ملفت. يعني بدليل هو ياسمين خطيب حتى نفسها اشهر واحده مثلا ممكن في الاعلاميات بتلبس لبس مكشوف وكده، حست ان الموضوع هيبقى بايخ، موضوع الصدر ده، فحطت منديل. انا على فكره احترم جدا الحركه دي، ان هي بدل ما كانت تتمادى وتمشي عادي بيه يعني حتى طلع ترند اهو. يعني حاجه اعتقد كل الناس بيحبها دلوقتي انها تطلع ترند. فبالتالي يعني الموضوع بصراحه بقى بايخ. موضوع ان انت تطلع ترند بالفستان اديه وهي بتخبي طلع الترند. في ناس قالوا لا دي حركه مقصوده عشان تلفت بيها الانتباه والكلام ده. انا بصراحه انا عاجبني الحركه نفسها. يعني بلاش نقاوح، نزلت لقيت في حاجه غلط حطت مناديل. طبعا في ناس نزلت صور، وناس قالوا بصوا، حتى الناس مستغربه بتبص على مكان المناديل وكده، لكن مفيش مشكله. يعني هي حست ان في حاجه غلط هنا وهتعمل لها مشاكل، فحطت مناديل. وعلى العكس تماما انا ضد موجة السخريه اللي حصلت من موضوع المناديل ده، ولكن طبعا هو الفستان ده شبه فساتين كتير ليها، فانا مش شايف برضو اختلافات كبيره قوي. هل بعد كده هتاخد بالها في موضوع اللبس ده؟ احنا هنتابع هنا، وهقول لكم الحلقه الجايه لو لقينا اللبس رجع تاني زي الاول. ويعني انا كنت شايف مثلا وقتها ان هي ممكن تكون لحظه كده فكرت فيها ان لا، لبس الفج قوي ده مش دليل على الشياكه. وبالمناسبه هي ست شكلها حلو، فهي مش محتاجه اصلا بقيه الحاجات التانية، وما هياش دليل على الشياكه. يبقى لازمتها ايه؟